السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنبدأ مع بعض منهج الانتجريتد ساينس في الترم الثاني. طبعا دفعة اولى ثانوي. السنة دي دفعة جميلة جدا. المنهج اتغير معاها، في مواد اتلغت، مرمطونا معاكم، بس ان شاء الله خير. الترم الثاني اقصر من الترم الاول بكتير. طبعا انت بتتفرج على الحصة دي اكيد على اليوتيوب، لان انا منزل اول حصة مجانا على اليوتيوب لكل الطلبة في جميع جمهورية مصر العربية. طبعا الشهر الترم ده بيكون قصير شويه، رمضان بيكون داخل علينا، وطبعا انت عندك المذاكره في رمضان بتكون ليها فايده. المذاكره في رمضان، الصيام بيساعد على ان دماغك تتفتح شويه في المذاكره، الحاجات دي مش هتحس بيها. وبالذات خاصه يعني قبل الفطار، لو انت بتذاكر قبل الفطار فهتلاقي عندك دماغك متفتحه في ان انت تذاكر. وكمان بتؤجر على المذاكره بتاعتك ضعف اضعاف، لان انت في رمضان المذاكره بتاعتك دي تعتبر عباده. فلما انت تذاكر في رمضان فانت بتؤجر عليها اضعاف الاجر اللي انت بتاخده وانت في الايام العاديه. فان شاء الله خير باذن الله، نبدا مع بعض ان شاء الله، يكون منهج سهل وبسيط والمنهج مش كبير. الترم الاول كان عندنا 20 درس، الترم الثاني فيه 14 درس بس. طبعا الدرس الاول عندنا هنا في الترم الثاني بيكلمني عن ليه علاقه بالانرجي، بالطاقه، وازاي الانرجي بتنتقل من ليفنج اورجانيزم لليفنج اورجانيزم تاني، او من كائن حي لكائن حي تاني. والكلام ان شاء الله سهل، مش كبير، وهو بيرحب بيك كده بس باول ليسون لحد ما نخش بقى في المنهج ونتدرج مع الصعوبه في المنهج او الصعوبه في الدروس. يعني كل ما نمشي اكتر هنلاقي الدروس بتكتر معانا اكتر، او بيكون فيها معلومات اكتر شويه. ولكن احنا في اول درس ان شاء الله هنتكلم عن معلومات بسيطه، حاجات انت عارفها قبل كده، حاجات ان شاء الله تستوعبها معايا بسرعه جدا. فعايزك تركز معايا. لو انت بتتفرج عليا بالليل ممكن تحس ان انت عايز تنام، لا، عايزك تشرب كوبايه شاي كده. انا عايزك تحس ان احنا بتتفرج على فيديو يوتيوب عادي، كانك بتسلي وقتك وبتتفرج على فيديو يوتيوب عادي. تمام؟ ان شاء الله خير. هنبدا مع بعض دلوقتي. عايزك يبقى معاك ورقه وقلم عشان نبدا مع بعض كده بدايه خير، وان شاء الله باذن الله تكون سنه سعيده عليكم. واللي عايز اقول لك برضه على كلمه قبل ما نبدا، لو انت جبت مجموع وحش في الانتجريتد ساينس الترم الاول فعوض، عندك فرصه ان انت تعوض الترم الثاني. ولو انت جبت مجموع حلو اوعى تتغر، ذاكر عشان تكمل على نفس النمط بتاعك وتجيب مجموع حلو برضه الترم الثاني. فمهما كنت جبت مجموع صغير او مجموع كبير، اللي فات خلاص، احنا بنبدا بقى في البدايه الجديده بتاعتنا. جبت مجموع صغير هتعوض ان شاء الله، جبت مجموع كبير هتستمر عليه باذن الله الفتره الجايه. تعالى كده نبدا مع بعض كده الفكره بتاعتنا الاولى في الدرس الاول. بسم الله. بصوا يا شباب، اول حاجه عندي في الدرس ان هو بيعلمني ايه هي الليفلز او الليفلز او المستويات اللي بينتقل فيها الانرجي من ليفنج اورجانيزم لليفنج اورجانيزم. طبعا انت خدت قبل كده، وكان في برضو جزئيه صغيره في الترم الاول، خدنا الفود تشين اللي هي السلسله الغذائيه. السلسله الغذائيه لازم دايما تبدا بالبلانتس اللي هي النباتات. بلانتس، نباتات. بعد البلانتس النباتات بيكون عندي حاجه اسمها برايمري كونسيومر اللي هي المستهلك الاولي. الحاجات اللي بتاكل النبات اسمها برايمري كونسيومر، او بسميها هيربي فيروس. وكلمه هيربي فيروس هنا معناها اكلات العشب. يبقى انت عندك دايما اي فود تشين بتبدا بالبلانتس، بالنباتات اللي هي بتعمل عمليه الفوتوسينثيز عشان تكون الغذاء بتاعها. بعد كده اللي بياكل النبات بيكون اسمه برايمري كونسيومر او المستهلك الاولي، اللي هو بسميه اسم هيربي فيروس، اكلات العشب. طيب اللي بعده سكندري كونسيومر او المستهلك الثانوي. والسكندري كونسيومر هنا بسميه كارنيفيروس. كارنيفيروس معناها اكلات اللحوم. حلو قوي. يبقى انا عندي البلانتس قدام معاها اللي بياكلها برايمري كونسيومر اللي هي هيربيفيروس اكلات العشب. بعد كده سكندري كونسيومر اللي هي كارنيفيروس اكلات الايه؟ اللحوم. طيب هسألك سؤال، هو الانسان يعتبر اكلات عشب ولا اكلات لحوم؟ الانسان يعتبر اكل للعشب، اكل للحوم، واكل لمال اليتيم كمان. انت الانسان بياكل عندك اي حاجه.
فخلي بالك معايا كده ان الكارنيفيروس والهيربيفيروس بتنطبق على الانسان. الانسان بياكل الاثنين، سواء هو بياكل العشب يبقى ساعتها هيكون اسمه هيربيفيروس، او لو هو بياكل اللحوم يبقى اسمه كارنيفيروس او اكلات اللحوم. حلو حلو. طيب انت دلوقتي انا كاتب لك كام ليفل هنا على السبوره على البورد هنا؟ 1 2 3. الليفل الاول هو البلانتس او النباتات اللي هي برضو بروديوسر، كائنات منتجه. والليفل الثاني برايمري كونسيومر اللي هم الهربيفيروس اكلات العشب. والليفل الثالث اللي هو سكندري كونسيومر اللي هم الكارنيفيروس اللي هم اكلات اللحوم. حلو قوي. سمي الله، صلى على رسول الله وركز معايا. عدد الليفلز اللي ممكن تتكون عندي كام ليفل؟ دلوقتي انا راسم لك 3 ليفل. هل اخري 3 ليفل؟ لا، اخري 6 ليفل. 6 ليفل. طب واشمعنى اخري 6 ليفل بس؟ يعني ليه ما كملش بعد ال 6 ليفل يبقى فيه 7 ليفل؟ تعال اقول لك ليه. بيقول لي ان الانرجي اللي بتنتقل من ليفل للليفل اللي بعده 10% بس. يعني ايه يا مستر؟ هقول لك يعني لو البلانتس عندها 100 جول من الانرجي، فاللي هينتقل للليفل اللي بعده 10 جول بس، اللي هو 10% من الانرجي الاولى. يعني لو هنا كان 100 جول الانرجي التوتال بتاعها، فهنا هينتقل ليها 10 جول بس اللي هي 10%. طب لو من الليفل الثاني للليفل الثالث، ساعتها هيكون عندي 1 جول بس. فمن كل ليفل للليفل اللي بعده بيتنقل 10% بس من الايه؟ من الانرجي اللي عندي. هتقول لي طب يا مستر احنا كان عندنا قانون اسمه لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، قانون بقاء الطاقه، ان الطاقه لا تفنى، الطاقه موجوده دايما. طب دلوقتي يا مستر اتنقل 10% بس، 10% بس من الليفل ده للليفل ده. طب ال 90% التانيين راحوا فين؟ اللي هم ال 90% التانيين راحوا فين؟ تعال اقول لك راحوا فين. دلوقتي انا اتغذيت على نبات او حيوان، وبعد كده اتكون عندي انرجي جوايا. هل كل الانرجي بتاعتي بتفضل مخزنه؟ لا طبعا. الانرجي بتنتقل من صوره لصوره تانية. دلوقتي انا بتحرك، فالانرجي اللي جوايا هتتحول لكاينتيك ايه؟ انرجي. دلوقتي انا بتكلم، يبقى الانرجي اللي جوايا هتتحول لساوند ايه؟ لساوند انرجي. يبقى 90% الانيمال او البلانت بيستهلكهم في البروسيسز او العمليات اللي بيعملها جوه جسمه. انت عندك كل حاجه بتعمل عمليات جوه جسمها. العمليه زي ايه؟ بص، ممكن الانرجي اللي انت بتستهلكها تكون دايركت او ان دايركت. يعني ايه يا مستر؟ دلوقتي لو انت في الاجازه كنت بروطه وقاعد على السرير ونايم وما بتعملش اي حاجه، بعد كده لقيت نفسك على الساعه 6 بالليل او الساعه 4 العصر كده لقيت نفسك بتجوع. طب انت جوعت ليه؟ ما انا ما اتحركتش من مكاني، ما استهلكتش انرجي عشان ايه؟ اجوع. طب انت جوعت ليه؟ هقول لك عشان انت ممكن تستهلك الانرجي اندايركت. يعني ايه اندايركت؟ دلوقتي لو الدنيا تلج بره، انت لازم درجه حراره جسمك تكون كام؟ 37. دي درجه حراره ثابته، التمبريتشر بتاعت جسمك لازم تكون 37 درجه حراره ثابته. طب ما هو جسمك من جوه بيحول الطاقه اللي هو خدها من الغذاء لهيت انرجي، لطاقه حراريه، عشان يحافظ على جسمك من جوه التمبريتشر بتاعته 37. يبقى دي اندايركت، انت كده ما استخدمتش طاقه، ولكن اندايركت جوه لازم تتحول لهيت انرجي. حتى عمليه الريسبيريشن، عمليه التنفس اللي انت بتتنفسها دي برضو بتستهلك انرجي. يبقى انت عندك اي حاجه بتعملها بتستهلك انرجي. حتى لو قاعد مكانك بروتة ما بتعملش اي حاجه بتستهلك انرجي. هو انت مش هتجوع او مش هتاكل بنفس الشراهه اللي لو واحد شغال بره مثلا ورجع من الشغل هيكون جعان قوي. انت مش هتجوع بنفس الطريقه لان هو استهلك انرجي اكتر منك، ولكن انت ستيل هتجوع. لازم هتجوع لان انت استهلكت انرجي وانت مش واخد بالك. فانا عندي 90% دي ممكن استهلكها في عمليات، سواء العمليات دي كانت دايركت، حاجات انا بعملها دايركت زي انا اتحركت زي انا اتكلمت، او حاجات اندايركت زي ان مثلا جسمي من جوه يحول الانرجي بتاعت الفود لهيت انرجي، او في عمليه الريسبيريشن عمليه التنفس بتستهلك انرجي برضه. فال 90% عندي مش بيضيعوا في الهواء. اللي بيتبقى بس من بعد العمليات اللي حصلت دي كلها، اللي بيتبقى من الاورجانيزم او من الكائن الحي 10%.
هو اللي بينتقل من الليفل ده للليفل اللي بعده. فعشان كده الليفلز اللي عندي الانرجي اللي فيها بتنتقل، كل ما بتنتقل من ليفل لليفل بينتقل 10% بس، 10% بس من الانرجي. حلو قوي. طب دلوقتي احنا قلنا ان احنا اخرنا يكون عندنا 6 ليفل بس. ليه؟ لان انت زي ما انت شايف هنا كانت الانرجي 100، هنا بقت 10، هنا بقت 1 جول. طب افرض كملنا ليفل كمان هتبقى 0.1 جول. انت كل ما بتطلع كل ما الانرجي بتقل، كل ما بتطلع كل ما الانرجي ايه؟ بتقل. طب طالما الانرجي قلت يبقى انت لو وصلت للليفل السادس هتلاقي الانرجي اللي متبقيه صغيره جدا. مفيش انرجي اصلا تذكر عشان تنتقل للليفل السابع. مفيش انرجي تذكر، خلاص انت لحد هنا لحد الليفل السادس يبقى انت كده خلاص جبت اخر الانرجي. الانرجي بقت صغيره جدا، مفيش لازمه ان الانرجي تنتقل تاني لليفل السابع. فعشان كده بيكون عندي اخري في الفود تشين او في السلسله الغذائيه 6 ليفل. وزي ما قلت لك ان السلسله الغذائيه دايما بتبدا عندي بالبلانتس اللي هي مين؟ النباتات. ليه بتبدا بالنباتات؟ السؤال ده موجود جه في ريزون. النباتات او البلانتس بتقدر تعمل عمليه الفوتوسينثيز بروسيس اللي هي كان ميك ذير اون فود، بتعمل الغذاء بتاعها من عمليه الفوتوسينثيز. طب تعالى كده نشوف عمليه الفوتوسينثيز بتحصل ازاي، وتعالى نشوف الايكويجن اللي بتطلع من عمليه الفوتوسينثيز. تعالى كده مع بعض. بص معايا، اول حاجه ده لو نبات اهو، وده الروتس او الجذور بتاعه النبات، دي روتس، ودي ورقه النبات، ودي فلاور. طبعا البلانت بيعمل ابزوربشن للسان لايت، بيمتص السان لايت. وهنا الروتس من تحت بتمتص الووتر اللي هي H2O، ومن فوق الليفز بتمتص من الاتموسفير، بتعمل ابزوربشن من الاتموسفير للكربون دايوكسيد، بتمتص الكربون دايوكسيد اثناء عمليه الفوتوسينثيز. يبقى انت تاني عندك البلانتس النباتات بتمتص، بتعمل ابزوربشن للسان لايت، وبتعمل ابزوربشن للكربون دايوكسيد من الاتموسفير. وعند الروتس بتمتص الووتر او اللي هي H2O. حلو قوي. طب هو مين اللي بيعمل ابزوربشن للسان لايت في البلانت؟ اللي بيعمل ابزوربشن للسان لايت في البلانت حاجه في الورقه كده في الليفز اسمها كلوروفيل. حاجه في الورقه اسمها كلوروفيل، ركز معايا. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي ان السان لايت بيساعد ان يحصل رياكشن ما بين الكربون دايوكسيد والووتر. فتعالى كده نكتب الرياكشن ده H2O بلس CO2. هيحصل رياكشن ما بينهم بمساعدة السان لايت، وبعدين هيطلع لي من الرياكشن ده ايه؟ بص معايا، هيطلع لي C6H12O6 بلس O2. هو ايه C6H12O6 ده؟ ده اللي هو الجلوكوز، اللي هو غذاء النبات. ما احنا بنقول ان عمليه الفوتوسينثيز بتطلع الفود بتاع البلانتس. طب هو ايه الفود بتاع البلانتس؟ هو الجلوكوز. يبقى من عمليه الفوتوسينثيز اللي حصلت لما حصل رياكشن ما بين الووتر والكربون دايوكسيد بمساعده السان لايت، طلع لي جلوكوز وطلع لي كمان اكسجين. حلو قوي. طب هل المعادله دي بالانسد كده؟ لا اكيد مش بالانسد. ليه؟ لان انت عندك هنا H12 او سوري H2، هنا طلعت لي H12، هنا كان عندك C واحده طلعت C6. طب نعمل ايه عشان نوزن المعادله دي عشان نخليها بالانسد مع بعض؟ بنعمل حاجه سهله جدا، هنحط هنا 6 وهنا 6 وهنا ايه وهنا 6. كده المعادله بقت بالانسد، بقت موزونه. دي الايكويشن اللي بتطلع من عمليه الفوتوسينثيز. من فوتوسينثيز بتطلع لي جلوكوز وايه واكسجين، من عمليه الفوتوسينثيز بتطلع لي جلوكوز واكسجين. يبقى انا عندي الووتر والكربون دايوكسيد بيعملوا رياكشن مع بعض بمساعده السان لايت، يطلع لي جلوكوز اند اكسجين. دي عمليه الفوتوسينثيز. فعشان النبات بيعمل عمليه الفوتوسينثيز فهو لازم احطه في اول ليفل.
طب هو الليفلز اللي انا كتبتها اللي هي اللي فاتت دي كانت بلانتس برايمري كونسيومر سكندري كونسيومر، الليفل دي بسميها ايه؟ الليفل دي بسميها تروفيك ليفلز. تروفيك ايه؟ تروفيك ليفلز. طب هو مين الفيرست تروفيك ليفل؟ اكيد بتقول لي بلانتس نباتات، اكيد لو انت فاهم. طيب يبقى البلانتس هي الفيرست تروفيك ليفل. طب لو جيت قلت لك give reason هو why plantis is the first trophic level، هو ليه البلانتس هي الفيرست تروفيك ليفل؟ هقول له because plantis can make their own food، لانها تقدر تعمل their own ايه؟ food عن طريق عمليه الفوتو سينثيز بروسيس. في اي مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش. طيب عندي اللي بيحصل، العمليه دي بتحصل فين جوه النبات؟ انت عندك في حاجه اسمها اورجان. اورجان يعني ايه؟ اورجان يعني عضو. طب لو انا عايز اخد جزء من العضو، في حاجه جزء من عضو مش عضو كامل، هي جزء منه، هيبقى اسمها ايه؟ اورجانيلا. كلمه اورجانيلا معناها ان هي جزء من عضو مش عضو كامل. طيب المفروض ان الرياكشن ده بيحصل في اورجانيلا اللي هي جزء من عضو جوه البلانت جوه النبات، اسمها كلوروبلاست. كلوروبلاست. الكلوروبلاست دي اللي هي بيحصل فيها عمليه الفوتوسينثيز او الرياكشن ده. يبقى انا قلت حاجتين كلورو، قلت كلوروفيل وكلوروبلاست. الكلوروفيل هي اللي بتعمل ابزوربشن للصن ايه؟ لايت، موجوده جوه الليفز. اما الكلوروبلاست هي اللي موجود بيحصل فيها الرياكشن ما بين الووتر والكربون دايوكسيد عشان يطلع لي جلوكوز اند ايه؟ اند اكسجين. يا رب تكون فاهم. لو عندك مشكله وقف الفيديو وعيد تاني الجزئيه اللي وقفت معاك، وخلي بالك عشان انا هسأل سؤال لو جاوبته في الكومنتات هحضرك اول شهر مجانا. بس انتهينا خلاص يا شباب انا نسيت اقول لكم على حاجه، احنا في نص الحصه كده اقول لكم وبعد كده نكمل ان شاء الله. احنا عاملين عرض على الترم بالكامل لاول 20 واحد هيحجزوا معانا. اول 20 واحد هيحجزوا معانا فيهم عرض عليهم خصم على الترم بالكامل. الترم بالكامل هيكون 500 جنيه بس. تمام بمراجعات اخر السنه بكل حاجه لحد نهايه الترم. لحد نهايه الترم، واي ملزمه هتتبعت لك البي دي اف بتاعها مجانا ما عدا الكتاب. طبعا الكتاب لو انت بتشوف احنا انت فين او لو اقرب سنتر ليك بتيجي تاخده مننا، ولكن الملازم او لو في ملزمه زياده في نص الترم ببعتها لك بي دي اف مجانا. زائد ان احنا عاملين عرض الاول 20 واحد خصم على الترم بالكامل. الترم بالكامل هيكون 500 جنيه فقط. تمام. وهسأل سؤال، هختار 3 من اللي مجاوبينه في الكومنتات هيحضروا معايا اول شهر مجانا خالص. تمام. ركز معايا علشان انا هشرح حته دلوقتي والسؤال هيكون عليها. الحته اللي هشرحها دلوقتي وهبدا فيها السؤال هيكون عليها، فركز معايا. طيب تعالى كده بسم الله. احنا كده خلاص عرفنا ان عمليه الفوتوسينثيز بيطلع منها جلوكوز وايه؟ واكسجين، اللي هي كانت ناتج من الرياكشن ما بين الووتر والكربون دايوكسيد. جميل جدا. تعالى بقى نبص في الكتاب ونشوف الحاجات اللي احنا قريناها دي في الكتاب موجوده بشكل عامل ازاي. عندك اول حاجه في الكتاب اهو موجود عندك مرسوم تري، شجره. الشجره دي بتمتص الكربون دايوكسيد وبتمتص الووتر، تعمل ابزوربشن للووتر من تحت، فبتعمل عمليه الفوتو ايه؟ سينثيز، فبتطلع لنا الجلوكوز اللي هو المفروض الفود بتاع البلانت. حلو. هنا بعد كده جايب لي سنيك او تعبان بياكل ماوس بياكل فار. طبعا الفار كان بيتغذى الاول على البلانتس على النباتات، فهنا الماوس يعتبر برايمري ايه؟ كونسيومر، لكن السنيك يعتبر سكندري كونسيومر. مين فيهم هيربيفيروس اكلات العشب؟ طبعا الماوس. اما السنيك يعتبر كارنيفيروس اكلات اللحوم. حلو. بعد كده الديكمبوزر هتكلم عليها دلوقتي لان دي ليها سايبها للاخر، ليها حته معينه هشرحها لك بيها. طب دلوقتي بعد كده عندنا طبعا الانرجي بتنتقل في البلانت من البلانت للليفلز اللي بعدها، وكاتب لك الايكويشن اللي بتحصل فيها عمليه الفوتوسينثيز. 6CO2 بلس 6H2O يطلع لي الجلوكوز ويطلع لي
الاكسجين موجود عندك في الرسمه دي. بعد كده هنا بقى الحته المهمه اللي عندي اهو، ان انا لما قلت لك ان 10% بس 10% بس من الانرجي هي اللي بتنتقل من ليفل للليفل اللي بعده. فكاتب لك هنا لو الصن عندها 100 لتر من الانرجي، هتنتقل منها للبلانت 10% بس اللي هي هتكون 10 ايه 10 لتر، وبعد كده الليفل اللي بعده هيكون 1 لتر اللي هو 10%، بعد كده الليفل اللي بعده 100 ملي لتر، بعد كده 10 ملي لتر، بعد كده 1 ملي لتر، اخري 6 ليفل. لان لو وصلت للليفل اللي بعده هيكون الانرجي ضئيله جدا، مفيش انرجي اصلا تذكر عشان نقدر تنتقل من الليفل السادس للليفل الايه السابع. طبعا احنا قلنا ان الليفلز بتاعتي هنا كان اسمها تروفيك ليفلز. التروفيك ليفلز عندي هي الفود تشين او السلسله الغذائيه او الفود ويب، بتعتبر اسمها تروفيك ليفل. طبعا الفيرست تروفيك ليفل عندي زي ما قلت لك هي البلانتس او النباتات اللي بسميها عندي اوتو تروفيك. الاوتو تروفيك دي يعني ذاتيه التغذيه. النباتات او البلانتس تعتبر اوتوتروفيك اللي هي ذاتيه التغذيه. فاحفظ معايا كلمه اوتوتروفيك، لو انت استلمت الكتاب ترجم معايا الكلمه دي في الكتاب. اوتوتروفيك معناها ذاتيه التغذيه. طيب بعد كده سبسيكوينت تروفيك ليفلز. السبسيكوينت تروفيك ليفلز هي الليفلز اللي بعد البلانتس بقى، اللي بعد النباتات، بيبقى اسمها هيتروتروفيك. وهيتروتروفيك هنا معناها غير ذاتيه التغذيه. فانا عندي الليفل الاول اللي هو الفيرست تروفيك ليفل هو الاوتوتروفيك او اللي هي البلانتس النباتات اللي هم ذاتيه التغذيه. اما الليفلز اللي بعدها كلهم بيكونوا هيتروتروفيك او غير ذاتيه الايه التغذيه. طب نرجع تاني بقى للكتاب. هنا بيقول لي سؤال جيف ريزون اهو حلو، بيقول لي why do autotrophic organisms always occupy the first trophic level. هو ليه الاوتوتروفيك هي دايما في الفيرست تروفيك ليفل؟ هقول له لان الاوتوتروفيك organisms make their own food، بيقدروا يعملوا الغذاء بتاعهم عن طريق عمليه الفوتوسينثيز ايه بروسيس. طبعا الكلام ده احنا شرحناه، بنقراه تاني من الكتاب بسرعه عشان برضو تكون عارف انت بتذاكر ازاي. كل الكلام اللي احنا قلناه كله موجود في الكتاب، او ان شاء الله ما تجيب الكتاب طبعا انت مش هتحتاج لاي كتاب خارجي. انت عندك كتاب المدرسه لحد كتاب المدرسه اللغات لحد دلوقتي لسه ما نزلش. طبعا احنا عاملين الكتاب ده بمساعده كتاب المدرسه اللي نزل الترم الاول، كان نازل فيه الترمين اللي هو منهج الكتاب العربي، كان نازل فيه منهج الترم الاول ومنهج الترم الثاني اللي هو الكتاب اللي كان بالعربي. فطبعا احنا عملنا الكتاب ده، ترجمنا الكتاب العربي طبعا مش ترجمه حرفيه، ترجمناه بحيث ان احنا نقدر نعمل المنهج وما نتاخرش، لان لسه كتاب الانجليش لحد دلوقتي احنا بدانا في اول اسبوع دراسه ولسه حتى ما نزلش لحد دلوقتي كتاب المدرسه اللي هو بالانجليش. تمام. طب الجزئيه اللي بعدها بص معايا، الاربع مربعات دول مهمين جدا. اول مربع عندي او اول مستطيل عندي بيقول لي الانرجي ترانسفير بيراميد. يعني ايه الانرجي ترانسفير بيراميد؟ بص على الصوره دي كده، بيقول لي ان الطاقه بتنتقل على هيئه بيراميد، على هيئه هرم. طبعا احنا ليه بننقلها على هيئه هرم؟ لان احنا قلنا ان كل ما بنطلع لفوق الانرجي بتقل، فيبقى قاعده الهرم من تحت هي مين؟ هي البروديوسر او البلانتس اللي هي النباتات، لان هي اكبر حاجه بيكون عندها انرجي. كل ما ببني الهرم وبطلع فوق كل ما الهرم مساحته بتقل، معنى كده ان الانرجي بتقل. يبقى انا عندي البروديوسر اول حاجه في الهرم، بعد كده برايمري كونسيومر، سكندري كونسيومر، تيرشري كونسيومر اللي هو المستهلك الثلاثي او اللي هو ثالث حاجه بتستهلك طاقه. يبقى انا عندي الانرجي ترانسفير على شكل بيراميد، على شكل هرمي. حلو قوي. اللي بعده بيقول لي efficiency of energy. طبعا بينتقل للليفل اللي بعده 10% بس، 10% بس من الانرجي من ليفل لليفل، وال 90% الباقيين لوست بيفقدوا على هيئه بروسيسز، عمليات زي ما شرحتها لك ان 90% التانيين الكائن بيستهلكهم في عمليات سواء دايركت او اندايركت. طبعا هنا بيقول لي ان الانرجي لوس ليميتس بيراميد ليفلز، فعشان كده بيكون عندي
no more than 6 level. مش بيكون عندي اكتر من 6 level، اكتر من 6 level. طبعا ليه ما عنديش اكتر من 6 level؟ لان لما بنتقل من ليفل لليفل بيحصل lost more of energy، بيحصل lost للانرجي كتير جدا. فتعالى هتلاقي سؤال هنا give reason بيقول لك ايه؟ بيقول لك why do energy pyramids usually have no more than 6 level؟ هي ليه ما عندهاش more than 6 level؟ بيقول لي most of the energy، لان معظم الطاقه بيحصل لها lost at the H level. كل ما بنتقل من ليفل لليفل معظم الطاقه بنفقدها على هيئه طبعا عوامل او عمليات تانية. فما ينفعش يكون عندي اكتر من 6 ليفل. السؤال الجيف ريزون موجود عندك هنا. وطبعا الانرجي بتنتقل على هيئه بيراميد، 10% بس من الانرجي بتنتقل من ليفل لليفل اللي بعده، وبيتكون عندي بيكون في الاخر عندي 6 ليفل بس. يا رب تكون فاهم. طيب بص معايا هنا، انت عندك في عمليه الفوتوسينثيز، تعال نرجع الاول للبورد. في عمليه الفوتوسينثيز يا شباب بيكون عندي السولار انرجي اللي هي جايه من الصن لايت. السولار انرجي بتتحول جوه النبات لكيميكال انرجي. الكيميكال انرجي ده اللي هو الجلوكوز اللي انا قلت لك عليه. الجلوكوز دي اللي هي الطاقه بتاعه النبات. يبقى انا عندي السولار انرجي بيحصل لها كونفرتد انتو كيميكال انرجي جوه البلانت جوه النبات. طبعا لما في حاجه تاكل النبات بقى هي بيتاخد من النبات الكيميكال انرجي، الطاقه الكيميائيه اللي عنده. يعني بتاخد الطاقه على هيئه سكر الايه؟ الجلوكوز. ومش معنى انا بقول لك سكر الجلوكوز يبقى طعمه مسكر، لا، الجلوكوز ده طاقه. الطاقه بتاعت النبات او الفود بتاع النبات. فلما في حاجه اللي هو الليفل اللي بعد البلانتس يجي ياكل البلانتس، فساعتها هياخد منها ايه؟ جلوكوز. الجلوكوز ده مثلا لو هنتكلم على الانسان دلوقتي، انا كلت نبات او كلت لحمه وخدت منها طاقه على هيئه جلوكوز. هل الانسان هيستهلك الطاقه على هيئه جلوكوز؟ يعني هياخد الجلوكوز يطلعه على هيئه طاقه؟ لا، الجلوكوز الاول لازم يتحول لحاجه اسمها ATP. الاي تي بي ده اللي هو برايمري برودكت، البرايمري برودكت اوف انرجي جوه جسم الانسان. يعني الانسان عشان يقدر يستهلك طاقه لازم يحول الجلوكوز لحاجه اسمها اي تي بي. والاي تي بي دي هتاخدها بالتفصيل لو ان شاء الله دخلت ثالثه ثانوي علم علوم في البيولوجي. هتاخد الاي تي بي وهتاخد ازاي بتطلع بالتفصيل. احنا عندنا مش تفاصيل، احنا عندنا بس ان الجلوكوز لازم يتحول لاي تي بي اللي هو المصدر الاولي للطاقه جوه جسم الايه؟ الانسان. يعني الانسان عشان يقدر يطلع طاقه لازم يحول الجلوكوز الاول لاي تي بي. هو الاي تي بي ده اختصار لايه؟ ادينوزين تراي فوسفيت. مالكش دعوه بالاسم لان هو اسم العلمي كله هتاخده بالتفصيل في البيولوجي. ولكن عشان برضو نكون فاهمين ان ده اختصار ايه؟ الايه ده اللي هو ادينوزين، ده عنصر ادينوزين. وتراي معناها ثلاثي باللغه الاغريقيه، زي ما احنا خدنا في اعدادي كده دايا وترايا ومونو. فتراي هنا معناها ثلاثي. وطبعا البي هنا اللي هي فوسفيت. تمام. يبقى انا عندي الجلوكوز عشان اقدر استهلكه على هيئه طاقه لازم الاول احوله لاي تي بي اللي هو ادينوزين تراي فوسفيت. طيب حلو قوي. يبقى انا عندي في البلانتس الانرجي بتتحول من سولار انرجي لكيميكال انرجي. بعد كده الانسان او الحيوان لما بيجي ياكل بلانتس او نباتات بياخد الكيميكال انرجي منها وتتخزن جوه جسمه. فنبدا احنا بقى نحولها لاشكال الطاقه الثانيه. يعني انا ممكن احول الكيميكال انرجي اللي هي الفود اللي انا خدته احوله لكاينيتيك انرجي، او الكيميكال انرجي احوله الى ساوند انرجي، طاقه صوتيه. يبقى انا بستهلك الكيميكال انرجي على شكل طاقات تانية بقى. في مشكله؟ الطاقه طبعا بدايتها كلها بتيجي من عند الصن اللي هي سولار انرجي. بعد كده النبات بيبدا يحولها الكيميكال انرجي، بتبدا تنتقل لينا بقى عن طريق اشكال الطاقه المختلفه. طيب تعالى بقى نرجع للكتاب. بص معايا، بص كده على الجزء اللي بالاحمر ده. بيقول لي الانرجي
started with the sun. الانرجي بتبدا بالشمس. طبعا كاتب لي كمان ان البلانتس كابتشر بتلتقط السانلايت اند يوز ات، بتستخدمها في عمليه الفوتوسينثيز اللي هي بتحولها بعد كده الكيميكال ايه؟ انرجي لطاقه كيميائيه. يبقى السولار انرجي اللي هي الطاقه الشمسيه بتتحول لكيميكال انرجي. هنا بعد كده بيقول لي الانرجي موفز تو ذا هيربيفيرس، وكلمه هيربيفيرس معناها اكلات الايه؟ العشب، اللي هي الحاجات اللي بتاكل النبات. طبعا هنا جايب لي اكزامبل لايك رابت. الرابت لما بياكل النبات بياخد من النبات الكيميكال انرجي بتاعته، وبعد كده بيبدا يحول الكيميكال انرجي لاشكال الطاقه الثانيه. مديني اكزامبلز هنا. يعني مثلا لما الرابت يحصل له موفنج يتحرك كده، حول الكيميكال انرجي لكاينيتيك ايه؟ كاينيتيك انرجي. طب لما الرابت بيتحرك لما الرابت بيخلي جسمه ورم دافي، يبقى كده حول الانرجي اللي هي الكيميكال انرجي للثيرمال انرجي. او برضه بيستهلك طاقه اثناء عمليه الريسبيريشن، عمليه الايه؟ التنفس. تمام. الجزء اللي بعده بيقول لي الانرجي بعد كده موفز تو ذا كارنيفيروس، وكلمه كارنيفيروس معناها اكلات اللحوم. فبيقول لي مثلا لو عندي الفوكس كان الرابت، فخد من الرابت 10% من الطاقه اللي عنده اللي هي على هيئه جلوكوز. بعد كده الجلوكوز ده بيتخزن على هيئه كيميكال انرجي جوه جسم الفوكس. بعد كده هيحول بقى الكيميكال انرجي لاشكال الطاقه الثانيه اللي هي مين؟ هانتنج اند موفينج كيبنج اتس بادي وورم، اللي هو ممكن يخلي جسمه دافي زي ما قلت لك فيحول الكيميكال انرجي لثيرمال انرجي، او يستخدمها كمان في اللوست هيت اند ويست. طب جميل جدا. هل في مشكله في الكلام ده يا شباب؟ لا. طب انا كنت سايب حاجه للاخر بقى، اللي هي مين؟ الديكمبوزرز. يعني ايه كلمه ديكمبوزرز؟ ديكمبوزرز معناها كائنات محلله. كائنات محلله. الكائنات المحلله دي يا شباب بتحلل اجسام الكائنات الميته. يعني انت دلوقتي في مثلا، معلش بقى على الجزء اللي جاي ده، مثلا عندك قطه ميته، كلب مات، فطبعا لما حاجه تموت الطاقه بتاعتها والانرجي اللي جواها مش هتتدفن معاها. احنا عايزين نرجع الانرجي تاني للايه؟ للانفايرمنت او للبيئه. يعني الانرجي مش هتتدفن معاها، خلاص مات، خلاص الله يرحمه، هناخد بقى الانرجي بتاعته ونرجعها للايه؟ للبيئه تاني. طب مين اللي ممكن يقدر يرجع الانرجي من الجثث او الكائنات الميته يرجعها تاني للبيئه؟ طبعا هم الديكمبوزرز او الكائنات المحلله. زي مين؟ زي الفنجاي اللي هي الفطريات، او البكتيريا، او الورمز الديدان. طبعا لو في جسم الكائن حي ميت بقاله فتره طويله، لو احنا شفناه في دلوقتي هنلاقي ان متبقي منه بقايا اللي هي العظام. طب جسمه كله راح فين؟ اتحلل عن طريق الديكمبوزرز اللي هي الكائنات المحلله، اللي هي زي الفنجاي او البكتيريا او الورمز الديدان. وبعد كده هم بياخدوا الانرجي من الجثه او من الكائن الميت ده وبيبداوا يرجعوها تاني للسويل. فعشان كده الانرجي عندي دايما بتمشي في هيئه سايكل، في هيئه دايره. انت عندك السايكل بتبدا عندي من عند مين؟ البلانتس، النباتات اللي هي اول ليفل، وطبعا بتاخد الطاقه بتاعتها من الايه؟ من الصن. وطبعا بتمتص برضو عناصر غذائيه موجوده فين؟ في السويل. طب هو العناصر الغذائيه اللي موجوده في السويل دي جت منين؟ جت من تحلل الكائنات الميته. لو حد كائن مات بيبدا تتحلل البادي بتاعه، الجسم بتاعه، عن طريق الفنجاي او البكتيريا او الورمز اللي هم الديكمبوزرز الكائنات المحلله. فبتاخد الانرجي اللي جوه جسمه تبدا ترجعها تاني وتثبتها جوه السويل، فالبلانت يستهلكها عشان يقدر ايه؟ يكبر وينمو تاني، وبيرجعها للانفايرمنت، الانرجي بتاعته بيرجعها تاني للانفايرمنت او للبيئه. فيبقى انا عندي الانرجي دايما بتمشي في هيئه سايكل، في هيئه دايره. يعني لو كائن مات الانرجي مش بتدفن معاه، لا بترجع تاني للسويل عن طريق الديكمبوزرز او الكائنات الايه؟ المحلله. فكاتب لي اخر حاجه هنا الديكمبوزر ريسايكل ذا ريست. when plants and animals die، لما البلانتس والانيمالز بيموتوا الديكمبوزرز لايك بكتيريا اند فانجاي بريك ذيم داون، بيبداوا يكسروهم او يحللوهم، وبعد كده ريليزز او يرجعوا النيوترينتس العناصر الغذائيه باك انتو ذا سويل، بيرجعوا تاني العناصر الغذائيه بتاعه الكائن الميت
بيرجعوها تاني لايه؟ للسويل. طب السؤال بقى، السؤال اللي احنا هنختار 3 يحضروا معانا اول شهر مجانا في الكومنتات. طبعا الاجابه بتاعتك تكتبها لي في الكومنتات تحت. طيب السؤال بقى ايه؟ السؤال في جزء قلنا شرحناه من شويه، هو عمليه الفوتوسينثيز، الرياكشن اللي بيحصل ما بين ال H2O وما بين الووتر، سوري، او ما بين الكربون دايوكسيد. الرياكشن اللي بيحصل في عمليه الفوتوسينثيز ما بين الكربون دايوكسيد وما بين الووتر. الرياكشن ده كان بيحصل في حاجه جوه البلانت، جوه النبات. الحاجه دي اللي هي ايه؟ اكتبها لي تحت، مستنيك. يلا يا رب تكون فاكر. تعالى كده سؤال جيف ريزون هنا، بيقول لي واي داز، واي طبعا وقف الفيديو حل السؤال وتعالى كمل معايا. بيقول لي واي داز only a small amount of energy، ليه مفيش غير جزء صغير من الانرجي بيتحرك للنكست ليفل؟ هقول له لان الانرجي ممكن لوست تفقد على اتش ليفل على هيئه هيت، على هيئه ايه؟ حراره. زي ما قلت لك ان 10% بس بتنتقل من الليفل ده للليفل اللي بعده، لان واحنا بننتقل بتفقد بعضا من الحراره، او معظم الحراره، بتفقد معظم الطاقه على هيئه هيت، على هيئه ايه؟ حراره، اثناء عمليه الريسبيريشن او الموفمنت او الويست برودكشن. في اي مشكله يا شباب؟ مفيش اي مشكله. يبقى انا عندي كام اخري، كام ليفل؟ 6 ليفل. طب كام بيرسنت بس اللي بتنتقل من انرجي ليفل للانرجي ليفل اللي بعده؟ 10% بس. طب الليفلز اللي عندي اللي هي اسمها تروفيك ليفل، مين الفيرست تروفيك ليفل دايما؟ البلانتس او البروديوسر. البروديوسر هنا بسميهم اوتوتروفيك، كائنات ذاتيه التغذيه. اما اللي بعدهم اسمهم هيتروتروفيك، كائنات غير ذاتيه الايه؟ التغذيه. طب اللي بياكل النبات اسمه ايه؟ هيربيفيروس، كائنات اكله العشب. طب اللي بعده كارنيفيروس، اكلات الايه؟ اللحوم. طب هو دلوقتي عمليه الفوتوسينثيز بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها جلوكوز واكسجين، جلوكوز وايه؟ واكسجين. طب جميل جدا. تعالى بقى هنا معايا عشان في حته هنعدلها هنا. بص كده معايا، معلش بقى، هي في كتاب المدرسه الايكويشن بتاعه الفوتوسينثيز كانت مكتوبه غلط، فنروح احنا عاملين ايه؟ نروح عاملين الكتاب ونقلينها غلط. معلش بقى، اللي نقل الايكويشن نقلها غلط. تعالى بقى كده اوريك التعديل بتاعنا فين. انت المفروض هتعدل، المفروض يطلع عندي O2 بس، هنشيل السي دي، السي دي زياده. المفروض 6CO2 بلس 6H2O يطلع لي جلوكوز واكسجين. فهنا في كتاب المدرسه كانوا مزودين سي، فاحنا هنشيل السي زياده دي لان مش هيطلع لي كربون دايوكسيد تاني. نفس الكلام هنا، عكسنا المعادله، هقول لك ليه عكسنا الايكويشن هنا، وهنشيل السي دي برضو، السي دي برضو زياده. تعالى بقى نخش على الحته الجديده، نرجع للبورد بتاعتنا وتعالى بقى اشرح لك الجزء الجديد. بص معايا دلوقتي، عمليه الفوتوسينثيز في عمليه بتحصل جوه جسمنا عكس عمليه الفوتوسينثيز بالظبط، عكسها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو الفوتوسينثيز كانت بتطلع لي جلوكوز وبتطلع لي اكسجين، دلوقتي العمليه اللي هقول لك عليها دلوقتي بتعمل عكس العمليه دي. يعني هي اللي بتطلع لي كربون دايوكسيد وهي اللي بتطلع لي ووتر. تعال اشرح لك اكتر. دلوقتي احنا قلنا نكتب الايكويشن تاني اللي احنا قلنا بتحصل في عمليه الفوتوسينثيز. عمليه الفوتوسينثيز كانت بيحصل ان الووتر بتتفاعل مع الكربون دايوكسيد فيطلع لي ايه؟ جلوكوز C6H12O6 بلس O2. طبعا عشان نعمل بالانسد يبقى هنا 6 وهنا 6 وهنا ايه؟ هنا 6. هنعكس بقى الايكويشن ده، هيجي هنا فهقول له ان لما فاعل السي 6 H12 اللي هو الجلوكوز O6 بلس الأو 2 او نخليها 6 O2 هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 6 H2O بلس 6 CO2. عكسنا الايكويشن، المعادله. طب امتى بقى بعكس المعادله؟ العمليه او الرياكشن ده بيحصل فين؟ امتى الجلوكوز بيتفاعل مع الاكسجين؟ فعمليه بتحصل جوه جسمي اسمها سيلولر ريسبيريشن او عمليه التنفس بتاع الخلايا. بركز معايا، انت دلوقتي كل خلايا جسمك بتتنفس،
كل خلايا جسمك بتتنفس عشان تفضل عايشه. لو لا قدر الله انت لبست حاجه ضيقه في ايدك، لما بتلبس حاجه ضيقه في ايدك الدم بيتحبس، مفيش اكسجين بيوصل لايدك، فبتبدا تلاقي ايدك نملت. ليه بنملت؟ لان هي دلوقتي انت التنفس بتاعها بقى صعب، انت منعت عنها الاكسجين، منعت عنها الدم اللي هو بيوصل لها اكسجين. فانت عندك كل خلايا جسمك من اول دماغك لحد رجلك تحت كلها بتعمل عمليه اسمها سيلولار ريسبيريشن، عمليه التنفس الخلوي اللي هو تنفس الخلايا. حلو حلو. طب في عمليه تنفس الخلايا ايه اللي بيحصل؟ تنفس الخلايا بياخد طاقه اللي هي على هيئه جلوكوز وبيتنفس اكسجين. فلما بنتنفس طبعا احنا عارفين ان عمليه التنفس بينتج عنها ان احنا بنطلع كربون ايه؟ دايوكسيد. فلما الخلايا بتستهلك جلوكوز بتستهلك طاقه وبتستهلك O2 بتطلع لي مكانهم H2O ايه؟ وكربون دايوكسيد. يبقى انت عندك العمليتين عكس بعض، الفوتوسينثيز عكسها السيلولار ريسبيريشن. فعشان اللي كده الاتنين ما بينهم ريليشن شيب، ما بينهم علاقه، ما ينفعش حاجه تحصل والتانيه لا. ما هو في حاجه بتطلع لي اكسجين وحاجه بتستهلك الاكسجين، حاجه بتطلع لي كربون دايوكسيد والتانيه بتستهلك الكربون دايوكسيد. فالعمليه دي اسمها كربون سايكل. كربون سايكل. الكربون سايكل ان الكربون هنا، الكربون دايوكسيد هنا كان بيطلع لي جلوكوز، هنا استهلكت الجلوكوز فطلع لي كربون ايه؟ دايوكسيد. فالكربون سايكل عندي هي الريليشن شيب او العلاقه ما بين عمليه الفوتوسينثيز وعمليه السيلولار ريسبيريشن. انا عندي في الفوتوسينثيز استهلكت كربون دايوكسيد فطلع مني جلوكوز، ده في عمليه الفوتوسينثيز في البلانتس في النباتات. لما جينا للانسان لما عمل السيلولار ريسبيريشن تنفس خلوي، فايه اللي حصل؟ الجلوكوز اتحول لكربون ايه؟ دايوكسيد. يبقى العمليه دي اسمها كربون سايكل اللي هي الريليشن ما بين الفوتوسينثيز والسيلولار ايه؟ ريسبيريشن. طبعا عمليه السيلولار ريسبيريشن هي اللي بتكسر الجلوكوز وتحوله ل ATP. يعني انا هنا لما استهلكت جلوكوز واكسجين، الجلوكوز هنا بعد ما حصل العمليه دي وحصل السيلولار ريسبيريشن بدا عندي الجلوكوز يتحول ل ATP اللي هو البرايمري برودكت اوف انرجي ان ذا بودي، جوه جسم الانسان. الانسان يقدر يستهلك انرجي على هيئه ATP، فلازم احول الاول الجلوكوز ل ATP. بحول الجلوكوز ل ATP ازاي؟ عن طريق عمليه السيلولار ريسبيريشن او عمليه التنفس الخلوي. رب تكون فاهم. طيب تعالى كده نخش على الجزئيه اللي بعدها. يبقى انا عندي الاول خلي بالك الكربون سايكل مهمه جدا. الكربون سايكل عندي هنا الكربون دايوكسيد بيطلع جلوكوز، هنا بقى في السيلولار ريسبيريشن العكس، الجلوكوز بيطلع لي كربون دايوكسيد. فالاثنين دول مع بعض كده اسمهم كربون سايكل. طيب الجزء اللي بعده عندي حاجه اسمها فوسيل فيولز اللي هو الوقود الحفري. الفوسيل فيولز هم 3 حاجات موجودين عندي معروفين وعارفينهم، اللي هم الكول، الفحم، بتروليوم، وعندي الناتشورال جاز او الغاز الطبيعي. هو بقى في الدرس بما اني بتكلم عن الانرجي او الطاقه فبيقول لي ازاي اتكون عندي كل حاجه في ال3 دول. يعني انا عندي الكول اتكون ازاي، عندي الفحم اللي هو الكول اتكون ازاي، عندي البتروليوم يتكون ازاي، عندي الناتشورال جاز يتكون ازاي. فتعالى نبدا بالكول الاول او الفحم. الفحم بيتكون عن طريق الديد تريز او الديد بلانتس او النباتات الميته اللي بتدفن بيريد جوه الارث من ملايين السنين. فالفحم اتكون من ملايين السنين لما كان فيه اشجار ميته ونباتات ميته اتدفنت في الارض، فالفحم اتكون دلوقتي. عشان كده مش سهل علينا ان احنا نعيد تدوير الفحم او نعمل فحم جديد، لان الفحم عشان يطلع الكول او البتروليوم او الناتشورال جاز كل الفوسيل فيولز بتاخد ملايين السنين عشان تتكون. يبقى انا عندي الكول بيتكون عن طريق الديد تريز او البلانتس اللي حصل لها بيريد اتدفنت جوه الارث من millions of years. طيب ده بالنسبه للكول الفحم. البتروليوم بقى، البتروليوم بيتكون نتيجه، ركز معايا، البتروليوم بيتكون نتيجه المارين
المارين بلانتس او النباتات البحريه، وبيتكون نتيجه الانيمالز او الحيوانات البحريه اللي اتدفنت في الاوشن فلور او محيط او قاع المحيط، اللي اتدفنوا في قاع المحيط. فلما بيدفنوا في قاع المحيط بيطلع عندي البتروليوم. طبعا العمليه دي بتاخد ملايين السنين. هتسالني سؤال، هتقول لي هو ليه يا مستر دلوقتي ممكن نستخرج البترول من الديزرت، من الصحراء؟ ليه؟ ممكن نستخرج البترول من الصحراء لان ممكن تكون الصحراء دي كانت بحر زمان. انت عندك جبل المقطم كان بحر زمان، فعادي. فممكن البترول يبقى المنطقه اللي اتكون فيها البترول دي كانت بحر زمان، اتدفن فيه نباتات بحريه، اتدفن فيه اسماك، فبعد ملايين السنين دلوقتي بيطلع لي البترول بتاعي. طب جميل جدا. ناقص مين؟ الناتشورال جاز. الناتشورال جاز بيتكون نتيجه، تعالى بقى اوريك الكلام ده في الكتاب، بيتكون نتيجه دفن الاورجانيك ماتر او المواد العضويه ديبلي او على عمق كبير في الارث تحت. ويعني ايه كلمه اورجانيك ماتر؟ عشان انت بتسمع الكلمه دي وبيقول لك يعني مواد عضويه. طيب انا بقى عايز اعرف يعني ايه مواد عضويه. المواد العضويه دي اللي هي المواد الناتجه عن تحلل اعضاء الكائنات الحيه. ما هي جايه من كلمه عضو، فهي مواد عضويه. فالمواد العضويه هي مواد بتنتج عن طريق تحلل الاعضاء بتاعه الكائنات الحيه. فبيقول لي ان المواد العضويه دي او الاورجانيك ماتر لو اتدفنت تحت ديبلي في عمق كبير جوه الارث بتاخد مليونز اوف ييرز، فبتطلع لي حاجه اسمها الميثان جاز. غاز الميثان اللي هو الناتشرال جاز او الغاز الايه؟ الطبيعي. طب تعالى نبص على الكلام ده في الكتاب. بص كده اهو. هنا طبعا كل حاجه قلناها، كل اللي انا قلته موجود في الكتاب بالتفصيل. تعالى كده بص هنا، الكول اهو، فحم. الكول بيتكون عن طريق الديد تريز او الاشجار الميته and the plants were buried اللي اتدفنت underground millions of years اللي هي اتدفنت من ملايين السنين. البتروليوم بيتكون نتيجه المارين بلانتس اند انيمالز اللي هم حصل لهم دفنوا جوه الاوشن فلور من مليونز اوف ييرز. اللي بعده الناتشورال جاز بيتكون نتيجه الاورجانيك ماتر او المواد العضويه اللي اتكون البيريد اللي اتدفنت جوه الارث وطلع لي عندي غاز الايه؟ غاز الميثان. يبقى انا عندي الناتشورال جاز. الناتشورال جاز بيتكون نتيجه الاورجانيك ماتر اللي حصل لها بيريد اتدفنت جوه الارث من ملايين السنين، فطلع لي عندي غاز الايه؟ الميثان جاز. اهي الميثان جاز. في اي مشكله يا شباب؟ الكلام لحد دلوقتي سهل ما فيهوش اي صعوبه. طبعا هو دلوقتي لما طلع عندي كول، فحم، بتروليوم، ناتشورال جاز، هم دول نفسهم الانرجي بتاعتهم نوعها ايه؟ نوعها كيميكال انرجي. كيميكال انرجي اللي هم الكول والبتروليوم والناتشورال جاز نفسهم. طب انا بستخدمهم عشان احول الكيميكال انرجي لايه؟ لثيرمال انرجي، لطاقه حراريه. لان انت بتستخدم الكول ان انت مثلا بتشوي حاجه، بتولع في الفحم، فانت كده حولت الكول لايه؟ من كيميكال انرجي لثيرمال انرجي. نفس الكلام في الناتشورال جاز، بتستخدمه في البوتاجازات عندك في البيت، بنحول برضو الكيميكال انرجي اللي فيه لثيرمال انرجي. البتروليوم بنستخدمه في العربيات. هتقول لي بس العربيات بتتحرك، انا بستخدم بنزين عشان العربيات تتحرك. اقول لك لا، ما انت مش فاهم. في ميكانيزم جوه العربيه بتحصل، ان لما انت البترول بيتحرق او البنزين بيتحرق جوه العربيه، فده بيحفز المحرك ان هو يتحرك. ولكن مش البترول نفسه اللي او سوري مش بالبنزين نفسه اللي هيحرك العربيه، لا، البنزين بيتحرق جوه الموتور بتاع العربيه، يعني بيتحول لثيرمال انرجي، فده بيحفز الموتور بتاع العربيه ان هو يتحرك ويحرك العربيه معاه. يبقى انا عندي الفوسل فيولز بتتحول من كيميكال انرجي لايه؟ لثيرمال انرجي. برافو. لو انت وصلت معايا لحد دلوقتي فانت مجتهد مجتهد مجتهد. اشوفك ناجح يا رب ان شاء الله. تعالى كده نخش على الجزئيه اللي بعدها. احنا كده تقريبا يعتبر خلصنا، بس هنراجع بس على اللي احنا قريناه بسرعه في الكتاب، عشان برضو وانت بتذاكر يبقى معاك الكتاب في ايدك ان شاء الله، وتبص معانا كده وهنحل بعد كده الهوم. تعال بص قبل ما
قبل ما نكمل تعالى نحل جزئيه من الهوم ورك ونشوف نفسك فهمت معايا ولا لا. تعالى كده اهو، وما تنساش السؤال اللي انا قلته لك اللي تكتبه لي في الكومنتات، اختار 3 يطلعوا معايا شهر مجانا. بص معايا على اول سؤال هنا، بيقول لي وات بروسيس، ايه العمليه transforms solar energy، بتنقل الطاقه into chemical energy. مين العمليه اللي بتحول السولار انرجي لكيميكال انرجي؟ طبعا عمليه الفوتوسينثيز ايه؟ بروسيس. يبقى تعالى كده هنا اقول له الفوتوسينثيز بروسيس. اللي بعده بيقول لي which type of energy is stored in glucose. هو ايه type of energy؟ ايه نوع الطاقه المخزن جوه الجلوكوز؟ هو انا قلت لك ان النبات بيحول السولار انرجي لكيميكال ايه؟ انرجي. يبقى انا عندي الجلوكوز بيتخزن عندي على هيئه كيميكال انرجي. يبقى الاجابه هنا الجلوكوز بيخزن الطاقه على هيئه كيميكال ايه؟ انرجي. اللي بعده بص معايا نمبر 3، بيقول لي what happens to the most energy as it transfers through the food chain. هو ايه اللي بيحصل للانرجي لما بتنتقل من ليفل لليفل اثناء الفود تشين؟ طبعا بيقول لي it's stored in the producer، بتخزن في البروديوسر؟ لا. it's conserved، بتتحفظ جواها؟ لا. لكن طبعا ايه اللي بيحصل؟ it's lost، بتفقد على هيئه هيت. كل ما بنتقل من ليفل لليفل اللي بعده بنفقد الحراره على هيئه ايه؟ هيت على هيئه بنفقد الانرجي على هيئه هيت على هيئه حراره. اللي بعده نمبر 4، بيقول لي why are there no more than 6 trophic levels. هو ليه ما فيش اكتر من 6 trophic level؟ بيقول لي بسبب الليك اوف سان لايت؟ لا. بسبب insufficient producers؟ لا. طبعا بسبب ما فيش اكتر من 6 ليفل، لان الانرجي طول ما احنا بننتقل من ليفل لليفل بيحصل لها لوسز، بتفقد في كل ايه؟ بتفقد في كل ليفل. يبقى الانرجي لوس at each ليفل، الانرجي بتفقد في كل ليفل. يا رب تكون فاهم. اللي بعده اخر سؤالين هنحلهم النهارده. بص معايا، بيقول لي in the carbon cycle what is the main rule، ايه المين رول اوف photosynthesis؟ طبعا احنا قلنا ان الكربون سايكل الكربون دايوكسيد بيتحول الى جلوكوز، والجلوكوز بعد كده يتحول لكربون ايه؟ دايوكسيد. يبقى انا عندي في الكربون سايكل to convert carbon dioxide into جلوكوز. جميل جدا. اخر سؤال معانا بيقول لي what is the approximate percentage of energy passed from one to the next level. من 1 level، طبعا هنا مكتوبه هنا 1 level اهي، من 1 trophic level to the next level. طبعا البرسنتج اللي بتنتقل من ليفل للليفل اللي بعده هي 10% او 10% بس من الايه؟ من الليفل، او 10% بس من الطاقه. طيب دلوقتي يا شباب نرجع بس كده للكتاب نقرا بس حاجه صغيره. طبعا هنا عندك اسئله جيف ريزون. خلي بالك انت عندك في الهوم ورك بتاعك اللي انت هتاخده، اللي المفروض لما تاخد الكتاب بتبعت الهوم ورك بتاع الاسيستنت اللي موجودين معانا عشان يصححوا لك الهوم ورك. ولو عندك اي سؤال انا بخش معاك جروب على الواتساب، بتسال السؤال بجاوبك. وليه في جروب؟ عشان لو السؤال ده برضو واقف مع حد من زمايلك تاني معانا في الجروب يشوف السؤال وكلنا نستفاد. وطبعا الهوم ورك بتاعك بيتصحح. الكتاب ما فيهوش جايد انسر. ليه ما فيهوش جايد انسر؟ عشان لما استلم منك الهوم ورك اديك الجايد انسر، لان حصل وبيكون في طلبه بتنقل الهوم ورك كله من الجايد انسر وبعد كده تبعته لنا. لا، انا عايزك تحل الهوم ورك بمجهودك، عايزك تغلط عادي ولكن ما تغشش. انت تذاكر الدرس الاول وبعد ما تذاكره تبدا تحل الهوم ورك، فساعتها هتلاقي نفسك فهمت ولا لا. ولكن ان انت اصلا تغش الهوم ورك من الجايد انسر على طول، فانت كده بتضحك على نفسك. ما بتضحكش عليا انا، انت بتضحك على نفسك وفي الاخر مش هتوصل للمجموعه او للدرجه اللي انت عايزها. احنا عايزين نجتهد يا شباب. احنا طبعا سيبك من اللي بيقول لك ما تذاكرش في اولى وثانيه وذاكر في ثالثه ثانوي وبس، اقسم بالله بيوديك في داهيه. انت لازم تتاسس كويس في اولى، تتاسس كويس في ثانيه، عشان تطلع ثالثه ثانوي متعود ان انت تذاكر. لو ركنت نفسك في اولى وثانيه ما ذاكرتش، انت في ثالثه هتلاقي عندك صعوبه في ان انت تقعد على المكتب اصلا عشان تذاكر. فلا، سيبك من اللي بيقول لك ما تذاكرش ملهاش لازمه. لا، ذاكر ودوس على نفسك، لان اللي انت هتعمله دلوقتي
هو اللي هيساعدك بعد كده في ثالثه ثانوي. التاسيس اللي انت تاسسته هيساعدك في ثالثه ثانوي ان انت تذاكر وانت مرتاح. وطبعا ربنا مش هيساوي اللي عمل مجهود في اولى وثانيه، مش هيساويه باللي هو هيبدا يذاكر بس في ثالثه. فربنا مش هيساوي الاثنين مع بعض. فخلي بالك، ذاكر واعمل اللي عليك، وسيبك من التاني اللي بيقول لك ما تذاكرش، لان انت في الاخر هو هيخش كليه، ممكن يخش كليه احسن منك، وانت هتخش كليه، وفي الاخر هو هيفيد نفسه وانت هتفيد نفسك. فمالكش دعوه بكلام حد، مالكش دعوه بكلام اصحابك، امشي ورا دماغك، لان انت اكتر واحد محتاج مجموعك عشان توصل للي انت عايزه. تعالى بس نقرا كام سؤال جيف ريزون دول، وبعد كده انت عندك الهوم ورك 30 سؤال تشوز وتسع اسئله جيف ريزون. فده الهوم ورك بتاعك بعد ما تخلص الحصه، بعد ما تتفرج على الحصه كذا مره. طبعا انت لما تشترك معانا على المنصه، الحصه بتكون مفتوحه عندك لمده لاخر الشهر، وممكن كمان اسيبها مفتوحه لحد اخر السنه الترم ده. فالحصه هتفضل موجوده معاك، عايز تعيدها مره واثنين وثلاثه عيدها، بعد كده تحل الهوم ورك، بعد كده تبعت لنا الهوم ورك قبل ما تنزل الحصه الجديده، وهتمتحن امتحان قبل كل حصه على المنصه بتاعتنا عشان نعرف مستواك وصل لحد ايه. وطبعا مراجعات امتحان الشهر هتكون موجوده على المنصه، مراجعات اخر الترم كمان موجوده على المنصه. فان شاء الله اللي هيشترك في عرض الترم بالكامل، هم اول 20 واحد هيشتركوا معايا في العرض الترم بالكامل، هياخدوا من اول حصه لحد اخر حصه في الترم ان شاء الله بالاشتراك اللي هم هيشتركوه. طب تعالى كده اخر حاجه معانا السؤال الجيف ريزون ده، بيقول لي photosynthesis and cellular respiration are essential for maintaining the balance of the gases in the atmosphere. هو ليه السيلولر ريسبيريشن والفوتوسينثيز احنا قلنا ان هما الاثنين عكس بعض، واحد بيطلع جلوكوز والتاني بيستهلك الجلوكوز ويطلع لي كربون دايوكسيد. طبعا بيقول لي هما ليه مهمين عشان يقدروا يعملوا لي بالانس، توازن جوه الايه؟ جوه الايكو سيستم او جوه الاتموسفير. لان في واحد بيطلع اكسجين والتاني بيطلع ايه؟ كربون دايوكسيد. واحد بيستهلك اكسجين والتاني بيطلع اكسجين، يبقى هما الاثنين بالانسد، بيعملوا توازن في الاتموسفير. واللي هيطلع اكسجين من هنا ده هيمتصه من هنا يطلع له مكانه كربون دايوكسيد، ده هياخد الكربون دايوكسيد يطلع لي اكسجين، فماشيين على هيئه سايكل. فالسايكل دي هتعمل بالانس، توازن في الايكو سيستم او في البيئه بتاعتي. لكن لو في حاجه حصلت لوحدها، الحاجه الثانيه هتتراكم. يعني مثلا لو الانسان بيتنفس بيعمل سيلر ريسبيريشن لوحده كده بيطلع كربون دايوكسيد، لو ما فيش عمليه الفوتوسينثيز بقى ايه اللي هيحصل؟ الكربون دايوكسيد هيتراكم في البيئه، فمش هيبقى فيه كربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد هيبقى كتير، مش هيبقى فيه اكسجين. طيب حلو، لان مفيش فوتوسينثيز تطلع لي اكسجين. لكن امتى يحصل لي بالانس بقى؟ لما الاثنين يحصلوا مع بعض، الفوتوسينثيز يحصل مع السيلولر ريسبيريشن. طب فهنا هقول له ان الفوتوسينثيز بروسيس كابتشر بتلتقط الكربون دايوكسيد اند ريليز ايه؟ اكسجين، بتطلع اكسجين. ولكن السيلولر ريسبيريشن كونسامز بتستهلك اكسجين اند ريليز كربون دايوكسيد وبتطلع لي كربون دايوكسيد. توجذر الاثنين مع بعض يقدروا يعملوا ريجوليت او ينظموا الجازز اللي موجوده عندي في البيئه ويعملوا لي ايكولوجيكال بالانس. السؤال الثاني هنا بيقول لي photosynthesis and cellular respiration are circular components of the carbon cycle. هم ليه هم الاثنين في شكل سيركل، في شكل دايره؟ بيقول لي photosynthesis removes the carbon dioxide، بيشيل الكربون دايوكسيد from the atmosphere to produce glucose، while cellular respiration بيرجع الكربون دايوكسيد تاني ويستهلك هو الايه؟ الجلوكوز. عشان كده هما الاثنين في هيئه سايكل، في هيئه دايره. اخر سؤال عندي جيف ريزون، بيقول لي ذا ريليشن شيب، العلاقه ما بين الفوتوسينثيز اند سيلولار ريسبيريشن سبورت انرجي فلو ان ذا ايكو سيستم. نفس الموضوع، هم ليه بيعملوا سبورت او بيدعموا انتقال الطاقه جوه الايكو سيستم؟ لان برضو واحده بتطلع جلوكوز والثانيه بترجع الكربون دايوكسيد، فتساعد ان الجلوكوز يتكون تاني، فعشان كده بيدعموا انتقال الطاقه جوه الايه؟ جوه البيئه. اخر حاجه كان في معلومه اخيره، ان البلانت عندي هو عباره عن بيوريفايد، منقي للاتموسفير. طب هو ليه البلانتس عندي منقيه للاتموسفير؟ لان البلانتس عندي
بتعمل ابزوربشن للكربون دايوكسيد، فاحنا كده بننقي الاتموسفير من الكربون دايوكسيد. يبقى انا عندي البلانتس تعتبر بيوريفايد، منقيه للاتموسفير. عندك الاسئله بتاعتك تشوز اهي، ان شاء الله 30 سؤال تشوز، ما تنساش تجاوب السؤال اللي قلت لك عليه في الفيديو. وبعد ال 30 سؤال تشوز ان شاء الله لما تخلصهم هتلاقي عندك 9 اسئله، 9 اسئله جيف ريزون اهم. ده الهوم ورك بتاعك ان شاء الله باذن الله. او لو اشتركت معانا على المنصه هتبعت لي الاول عشان تخش على الفيديو الثاني، لازم تبعت لي الهوم ورك بتاع الفيديو الاول. اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب باذن الله. عايزك تجتهد ان شاء الله. جبت درجه وحشه هتعوضها، جبت درجه حلوه اوعى تتغر، ذاكر عشان تجيب درجه احسن منها. يلا يا شباب، عايزين ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير. يلا سلام عليكم.